بعد موسم دراسي حافل، ها هي الطفولة تطلق العنان لأفراحها، كيف لا، ودار الشباب المتنقلة تجوب تلمسان ببصمة من جمعية البادر الولاية. واش تخدم اليوم؟ واش هو هذا؟ واش هو هذا؟ بنيوي بنيوي بصح شوكولاته ولا بالعسل؟ بالعسل. والورشه القادمه يعني عندنا صفراء ومن بعد انا قاريين، انا تعبين، انا هنا جينا باش نرتاحوا شويه ونفرحوا هنا. البلاصه معمره بالفرحه. الحاجه اللي عجبتني الاشغال اليدويه والذكاء الاصطناعي. القراءه اختارنا نبدا قراءه، والحاجه اللي كثر هي الرسم والفن، لخاطر تخليك تعبر على الفرحه تاعك ولا الشعور تاعك. أنشطة مختلفة جمعت ما بين الترفيه، الرياضة والذكاء الاصطناعي في سبيل خلق التوازن لدى الطفل. وين شفنا على مستوى العديد من البلديات ربما النائية اللي هي بحاجة فعلا إلى التنشيط الثقافي وإلى التنشيط الترفيهي. هو الحاجة تاع الميدان هي اللي خلاتنا نبحثوا وخلاتنا نجتهدوا في هذا المجال، في مجال التطوير الترفيهي والثقافي. والحمد لله بعد زيارتنا يعني من خلال العديد من البرامج للعديد من البلديات النائيه، اكتشفنا ايضا باللي كاين مجموعه ايضا من الاحياء الشعبيه الكبرى اللي ايضا تحتاج هي الترفيه. والحمد لله حنا نتمنى ان شاء الله دائما نطوروا كل برامجنا من الحسن الى الاحسن، وان شاء الله الى نوصلوا درجه مليحه ونخرجوا في كامل المجالات، التنشيط الثقافي والتنشيط الترفيهي ما يختصرناش فقط على النشاطات القاعديه. الحياة اللي عجبتني هنايا هي تاع كرة السلة. واو كرة المضرب. ماذا بك يزيد من هذه المبادرة هكذا؟ وماذا بي يزيد هذه المبادرة هكذا. هكذا أنشطة من شأنها الإبقاء على الطفل في جو مفعم بالنشاط والتعلم، لما لها من فائدة على البدن والعقل.